عليكم. طبعًا إحنا قبل كده لخّصنا منهج رابعة ابتدائي وخامسة ابتدائي وسَتّة ابتدائي وأولى إعدادي وتانية إعدادي وتالتة إعدادي. النهارده أنا جمّعت شوية أسئلة مهمة جدًا. آآ إن شاء الله بإذن الله هتلاقوهم في الامتحان. فالناس اللي بتذاكر تخصُّص مش عارفة تذاكر منين، الملف ده مهم. آآ طيب يالّا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان منذ أقدم العصور الإنسان زمان كان جاي في الاختيارات جغرافي بطبعه والّا تاريخي بطبعه. لأ، هو الإنسان منذ أقدم العصور جغرافي بطبعه. ازدهرت الرحلات الجوية البحرية الرحلات البحرية ازدهرت عند الفينيقيين والرومان والإغريق. أخدوا علم الهندسة من المصريين. اليونان برعوا في علم الجغرافيا الفلكية عشان كان جاي في الاختيارات. كانوا بارعين في الجغرافيا الفلكية والّا الجغرافيا السياسية والّا الجغرافيا الاقتصادية، اختيارات كتير فهي الجغرافيا الفلكية. اهتم بالترجمة مأمون. الرحلات البحرية كانوا بيعملوها لهدفين، يا إما الاستكشاف يا إما الاستعمار. لو لقيتوا في الاختيارات الاستكشاف تمام، لو ما لقيتوهاش اختاروا الاستعمار. فروع علم الجغرافيا طبيعية وبشرية فقط، عشان كان جاي في الاختيارات طبيعية وبشرية وكام اختيار كمان. الفروع طبيعية وبشرية بس. دراسة أشكال سطح الأرض دي الجيومورفولوجيا. دراسة علم النبات والحيوان دي الحيوية. دراسة الصخور دي الجيولوجيا. علم البحار دي الهيدرولوجيا. آمم مين اللي نبغى في الأرصاد الفلكية ورصد ومراقبة النجوم؟ دول البابليون. أول ما اكتشف الفضاء دول روسيا وبعد كده أمريكا. الروسيين بعد كده الأمريكان. أول دولة شاركت في السباق التنافسي الفضائي لاكتشاف الكون دول اليابان. حجم الشمس أكبر من حجم الأرض مليون مرة. كان جاي في الاختيار مليون ولا مليونين. مليون مرة. السؤال اللي بعده، كتل كروية الشكل معتمة يعني مش بتشع ضوء ولا حرارة، تسمى بالكواكب السيارة. دي تعريف الكواكب. أو ممكن يقولك ايه هي كواكب السيارة، هي الكواكب يعني. تنقسم إلى شهب ونيازك وهي صلبة. دي الرجوم. كان جاي في الاختيارات الكواكب ولا النجوم ولا الرجوم، الإجابة الرجوم. يبعد القمر عن الأرض بحوالي 400 ألف كيلومتر. يدور القمر حول الأرض كل 29.5 يوم، وخد بالكوا القمر كمان بيدور حول نفسه كل 920 يوم ونص، دورة كاملة. تحدث ظاهرة الجذور يعني عندما تكون القمر والشمس والأرض في زاوية قائمة. وبرضو كان جه في الامتحان كسوف الشمس وخسوف القمر. كسوف الشمس دي ان القمر بيكون بين الشمس والأرض. الخسوف ان البدر بيكون كامل وبتكون الأرض بين الشمس والقمر. الخط اللي بيبدأ فيه اليوم عند منتصف الليل ده خط جرينتش. كان جاي في الاختيارات خط الاستواء ولا مدار السرطان. ده خط جرينتش اللي بيبدأ فيه اليوم عند منتصف الليل. الوزن المركزي للأرض 3% من الكرة الأرضية. المادة السائلة تحيط بالنواة الداخلية، تحتوي على معادن وتبلغ 29% من وزن الأرض. دي النواة الخارجية بتكون مادة سائلة. القشرة الأرضية دي الغلاف الخارجي للأرض وبتكون من طبقتين. جه سأل في الطبقتين دول اللي هي السيال والسيمة. الأزمنة الجيولوجية الأزمنة الجيولوجية بتنقسم لأزمنة. الأزمنة بتنقسم لأحقاب. كان جه قايل لهم الأزمنة بتنقسم لإيه، الأزمنة الجيولوجية بتنقسم لإيه، وكان جاي في الاختيارات أحقاب ولا عصور ولا عهود. هي أحقاب، والأحقاب تنقسم لعصور جيولوجية، والعصور الجيولوجية تنقسم لعهود جيولوجية. عندنا 5 أزمنة جيولوجية اللي هو الأرقي اللي هو ما قبل الكامبري يعني، والأول والتاني والتالت والرابع، اللي هو زي مثلا جبال البحر الأحمر اتكونت امتى، في الزمن مثلا التالت.
الصخور النارية والرسوبية المتحورة. الصخور النارية دي نتيجة مواد منصهرة بعد كده بردت. الرسوبية دي ترسبت من الصخور النارية، الرواسب بتاعتها. المتحولة دي بقى ممكن تبقى أصلا في الأصل نارية، وممكن تبقى رسوبية وبعد كده اتحولت. آم، سمك النظام الجوي 800 كيلومتر. الفضاء فيه ايه؟ فيه غاز الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والنيتروجين. الأكسجين نسبته 21%، وثاني أكسيد الكربون 1%، والنيتروجين 78%. طبقات الغلاف الجوي اللي هي التروبوسفير والستراتوسفير والميزوسفير والميزوسفير. الاستراتوسفير دي اللي كان فيها الأوزون، اللي هو بيحمي الغلاف الجوي، غاز الأوزون. طيب، يقدر علماء عدد الحيوانات البرية والبحرية. بيقولوا إن في حيوانات برية وبحرية آم، آه، قدروها إن هما عددهم 1,000,000 نوع مختلف. الكثافة السكانية كان هنا بقى السؤال ايه، يقولك مثلا وسط الصين، هو دي كثافة سكانية عالية ولا منطقة مكتظة بالسكان، ولا متوسط السكان، ولا قليلة السكان؟ فاحنا عندنا اللي سكانهم كتير دي شرق آسيا، واليابان سكانها كتير. جنوب شرق آسيا سكانها كتير، اللي هي زي بلجيكا مثلا، بريطانيا برضو في أوروبا، فرنسا في أوروبا برضو سكانها كتير، أمريكا طبعا سكانها كتير، وادي النيل، الدول اللي في وادي النيل سكانها كتير. الدول المتوسطة في الازدحام دي وسط الصين، ووسط أوروبا، وشمال غرب أفريقيا. والدول قليلة السكان دي اللي فيها حشائش السافانا، يعني في الغالب هتبقى مناخها موسمي أو مداري، لأنهم دول اللي فيهم حشائش سافانا. وجبال الإنديز. طيب، جغرافيا بتدرس كل الدولة كوحدة وعلاقتها مع غيرها مع الدول، دي جغرافيا السياسية. من السدود التي أقيمت في المملكة السعودية في منطقة بيشة، دي سد الملك فهد. تحتل قارة أوروبا المركز الأول في الحبوب الغذائية. يبقى الحبوب الغذائية قارة أوروبا. وكمان في الصناعة يبقى احنا نربطها كده، الحبوب الغذائية أشطر قارة في الحبوب الغذائية هي أوروبا. وكمان في الصناعة برضو أوروبا متميزة فيها أكتر قارة في الصناعة. أول دول عالم في زراعة الرز دي الصين. تركز صناعة السيارات في وسط الولايات، دي صناعة السيارات. طب الطائرات في غرب الولايات اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي أمريكا شاطرين جدا في الصناعة. احنا لسه قايلين ان هم شاطرين في الصناعة، فعندهم صناعة سيارات بتتركز في وسط أمريكا، الطائرات يعني في غرب أمريكا. تتركز صناعة السيارات طب في ألمانيا، قالك برضو في ألمانيا صناعة السيارات في فرانكفورت. طب السيارات بقى والقطارات في حوض اسمه برور. طيب، دول النمور الآسيوية. دول النمور الآسيوية دي شاطرين جدا في الصناعة برضو، بس في آسيا، زي مين؟ زي كوريا وتايوان وسنغافورة وهونج كونج. الدول دي بيبقى فيها سكان كتير، وايه كمان، ويرتبط اقتصادها بالخارج. اقدم خط سكة حديد ده في بريطانيا. اطول نقل نهري نهر الفولجا. كان جاي انهار كتير في الاختيارات، هنختار زي مثلا نهر الراين او الدانوب والحاجات دي. اطول نقل نهري نهر الفولجا. واقدم سكة حديد في بريطانيا. الجبل الأخضر دي نتج عن حركات التوائية، عشان كان جاي في الاختيارات انكسارية والتوائية. الجبل الأخضر التوائية. الأخدود الأفريقي انكسارية. تقسيم الوطن العربي اللي هو القارات. تقسيم الوطن العربي إلى جزئين مثلا أفريقي وآسيوي، دي نتج عن حركات انكسارية، انكسار. الحركات الظاهرية بقى اللي هي تعالية هوائية ومائية وكده. ينتشر إقليم غابات الحارة في الوطن العربي فيه. كان جاي في الاختيارات اليمن ولا العراق ولا عسير ولا الصومال وجزر القمر. الغابات الحارة في الصومال وجزر القمر.
تنمو أقاليم النباتات والمستنقعات فين؟ كان جاي بقى مرتفعات عسير ولا أطراف الصحراء ولا صومال وجزر القمر ولا جوبا وشيلي. النباتات والمستنقعات في جوبا وشيلي. يصل إنتاج دول الخليج من المياه المالحة من البحر. دول الخليج عندها مياه مالحة بتصل ل15 مليون. من الدول العربية مرتفعة الكثافة السكانية كان جاي في الاختيارات ليبيا وموريتانيا فيها كثافة سكانية عالية. خد بالكوا في فرق بين الكثافة السكانية وعدد السكان. يعني في الاختيارات مصر والمغرب. مصر دي لو قال عدد سكان كتير هنقول مصر، بس هو عايز الكثافة عالية في البحرين. الكثافة دي يعني عدد السكان على المساحة. البحرين ولبنان. الأراضي الزراعية في الوطن العربي 66,000. البقر والجاموس بيعيشوا في المناطق الفيضية زي مثلا مصر فيها نهر النيل، وفي كمان في العراق دجلة والفرات. عندنا الأغنام والماعز موجودة في السودان والسعودية وليبيا والصومال. الإبل موجودة في الصومال. ليه مفيش سمك أو السمك قليل في الوطن العربي مع إننا احنا عندنا بحر أحمر وعندنا بحر متوسط وعندنا نهر النيل وعندنا ايه الأسباب بقى؟ في هنا في الاختيارات قلة البحار دي، لأ احنا عندنا بحار. هجرة الأسماك لأ برضو. نقاء المية عندنا لأ برضو. تدني كفاءة الصيد. العيب عندنا احنا ان احنا مش شاطرين كفاية في الصيد. أهم وأول مصادر الطاقة والأكثر استخدام في الوطن العربي النفط. البترول ده أهم حاجة. لا يصلح الفوسفات في تسميد الأرض واحنا اللي هو سماد الأرض. الفوسفات ليه؟ بسبب قلة ذوبانه. لا يتجاوز التبادل التجاري بين الدول العربية إلى 10% من التجارة العربية. يعني ايه؟ يعني احنا ما بنخشش في التجارة، يعني لا نتجاوز 10% في التجارة بين الدول العربية. يعني بيننا وبين الدول العربية احنا مش بنبدل مع بعض احنا والدول العربية. دايما لما بنيجي ناخد حاجة تلاقينا دايما ناخدها من دول الغرب. ما بناخدش من دول عربية وكده. يعني نسبة يا دوبك نسبة التبادل التجاري بيننا وبين الدول العربية 10%. في سؤال كان بيقول معظم صادرات الوطن العربي لما بنصدر الوطن العربي لما بيصدروها في شكل مواد خام ولا مواد مصنعة ولا أجهزة كهربية ولا أسلحة وذخيرة. طبعا احنا مش بنصدر أسلحة وذخيرة، احنا أصلا بنستوردها. الوطن العربي برضو أجهزة كهربية احنا برضو بنستوردها. يعني معظم الأجهزة الكهربية احنا بنستوردها. الوطن العربي معظم الصادرات لما بيصدروا مواد مصنعة. طب لو قال أفريقيا هنقول احنا دايما لما بنصدر بقى أفريقيا دي منها مصر، لما بنصدر حاجة بنصدرها مادة خام. بنصدرها مادة خام. يعني لو قال معظم صادرات الوطن العربي بتبقى في صورة مواد مصنعة، بس لو قال أفريقيا بتصدر في صورة ايه هتقولوا مواد خام. يبلغ حجم التبادل التجاري بين الوطن العربي والعالم الخارجي بقى 90%. احنا بنقعد نستورد ونصدر مع الدول اللي برا العالم الغربي 90%، لكن بيننا وبين بعض الدول العربية 10%. خش على اللي بعده. إنشاء صندوق عربي مشترك. هنا لما بدأنا نعمل الصندوق العربي المشترك ده كان بين الدول العربية عشان نستغنى عن القروض. فكرة ان احنا ناخد قرض من برا، القروض الأجنبية. آسيا مساحتها 44 مليون كيلومتر، يعني 30% من مساحة اليابس. يمر آسيا فيها 157 خط طول. آسيا بتستهلك 95% من الرز، و5% بس بتتاجر بيهم، و95% بتستهلكهم. السواحل الشرقية بآسيا من أغنى سواحل العالم في الأسماك. طبعا احنا عارفين ان آسيا شرقها فيها محيطات وفيها أكيد سمك. ليه بقى؟ هنا بيقولك بسبب عمق المية ولا بسبب برودة المية
ولا ملوحة المية ولا التقاء التيارات البحرية؟ طبعا احنا مش هيجي في بالنا في الامتحان التقاء التيارات البحرية، بس هي الإجابة التقاء التيارات البحرية. مع ان اصلا المحيطات دايما في الغالب بتبقى مالحة وبتبقى عميقة. طب السؤال اللي بعده بيقول الصين تقع شرق آسيا. دخل الإسلام أفريقيا في القرن السابع. أفريقيا فيها 56 دولة. يقع 62% من مساحة أفريقيا على ارتفاع 400 فوق سطح البحر. تتميز السهول الساحلية في قارة أفريقيا بأنها ضيقة. احنا عندنا هنا، احنا السهول الساحلية يعني على البحر، يعني مثلا زي البحر الأحمر، البحر المتوسط. احنا عندنا البحر المتوسط عندنا متسع، سهول البحر المتوسط متسعة، وسهول البحر الأحمر ضيقة بسبب ان فيها جبال البحر الأحمر. بس هنا مسألش عن مصر، وكان هنا بيسأل عن السهول الساحلية في قارة أفريقيا، وكان في الاختيارات واسعة ولا ضيقة، فالإجابة هتبقى ضيقة. اعلى قمة في افريقيا جبال كليمنجارو، كان جاي في الاختيارات جبال اطلس، وكان جايب مجموعة جبال. اعلى قمة في قارة افريقيا جبال كليمنجارو، ارتفاع 6000 متر. على الرغم ان افريقيا لها سواحل طويلة، الا انها تسهم لا تسهم عالميا الا 7% من اجمالي الانتاج السمكي. مع اننا احنا عندنا المحيط، افريقيا دي مثلا بتطل هنا على المحيط الاطلنطي وهنا على المحيط الهندي، وعندنا بحر متوسط وعندنا بحر احمر وعندنا نهر النيل. الا ان احنا ورغم ان احنا سواحلنا طويلة، الا ان احنا بنسهم 7% بس عالميا. انا طبعا بتكلم عن افريقيا، قارة افريقيا. كانت جنوب افريقيا مستعمرة. مين اللي كان محتل جنوب افريقيا؟ بريطانيا اللي كانت محتلاها. جنوب افريقيا جنوب افريقيا شاطرة جدا في الصناعة برضو، بس احنا قلنا اول قارة شاطرة في الصناعة اوروبا. اول قارة شاطرة في الصناعة اوروبا، وجنوب افريقيا شاطرة برضو في الصناعة، بس كمان هي الاولى عالميا في انتاج الذهب. الذهب جنوب افريقيا على طول. اول دولة صناعية في افريقيا، جنوب افريقيا في الصناعة، لكن في العالم قارة اوروبا. تمام. وبعد قارة اوروبا في العالم امريكا الشمالية. جنوب افريقيا. الدول التي اثبتت تفوق في الصناعة في أمريكا الجنوبية. مين الدول اللي كانت شاطرة في الصناعة في أمريكا الجنوبية؟ عندنا في أمريكا الجنوبية اللي كان شاطر في الصناعة البرازيل والأرجنتين. يبقى احنا ثانية، عندنا اللي شاطرين في الصناعة جنوب أفريقيا دي في أفريقيا، وعندنا اللي شاطرين في الصناعة في أمريكا الجنوبية عندنا البرازيل والأرجنتين. عندنا اللي شاطر، القارة اللي شاطرة في الصناعة جدا، أول قارة شاطرة في الصناعة دي أوروبا. أوروبا أهم المعادن فيها ومصادر الطاقة، أوروبا عندها الفحم والحديد والصلب. بيقولك ايه الجبل اللي فيه رياضة التزلج وأولى المناطق السياحية في العالم؟ دي جبال الألب، وكان جايب كام جبل كده. فرنسا طبعا في غرب أوروبا، كان جايب هو في شرقها ولا في الوسط ولا في الغرب؟ هي في الغرب. آم، اه فرنسا اجتهدت جدا في انها تطلع طاقة نووية وطاقة كهربائية بدل الغاز الطبيعي والنفط. دي فرنسا في أوروبا، لأن ما كانش عندها أو قلة إنتاجها من الغاز الطبيعي والنفط. واللي عملت زيها بالظبط الهند. الهند شاطرة جدا و... وأنتجت طاقة نووية وكهربية بدل النفط، لأن ما عندهاش نفط. نفس فرنسا زي الهند، احفظوها مع بعض، فرنسا والهند النقطة دي عندهم اتجهوا للطاقة النووية والطاقة الكهربائية بسبب ان هم عندهم افتقار شوية في النفط اللي هو البترول. السهول الوسطى في أمريكا الشمالية فيها نهر المسيسيبي. نسبة الزنوج في أمريكا 10%. البيت الأبيض ده مقر الرئيس في أمريكا، والعاصمة طبعا أمريكا واشنطن. أقرب منطقة بين قارة أفريقيا وأمريكا الجنوبية، كان جاي بقى في الاختيارات رأس بيناس ورؤوس كده. احنا ممكن نكون عشان احنا عارفينها مثلا نقوم مختارينها، لا هو رأس جديد جدا. يعني قارة أفريقيا قريبة من أمريكا الجنوبية عند رأس ساور روك. ساور روك أو ساو روك. لغة البرازيل برتغال. تم اكتشاف استراليا على يد جيمس كوك، ومساحة استراليا 7.6 مليون كيلومتر. الملف ده مهم جدا.
يعني لو اللي هيبدأوا عايزين يعرفوا إزاي هيبدأوا مادة تخصُّص دراسات، في الصفحة هنا في من أول منهج سنة رابعة، ابدأ كده بالدور رابعة، 5، 6 لحد إعدادي وتخلّصه، بعد كده تخش على الملف ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.